في ليلة جديدة من مساء المونديال تتجه الأنظار إلى صدام الحلم بين المغرب وفرنسا وسط عواصف الجدل حول التحكيم والفيفا وأسئلة كبرى. هل تنتصر المفاجآت أم تستمر الهيمنة للكبار في كأس العالم؟ مساء الخير ومساء المونديال. نجدد الترحاب بكم مشاهدينا الكرام في هذا العدد الجديد من مساء المونديال. الموعد يتجدد، نتابع ونناقش آخر الأخبار التي تصدرت المشهد المونديالي. أيضا الحديث يرتكز على القمة المصيرية للوطن العربي للأفارقة، وأيضا القمة المصيرية على صعيد المونديال. قبل الخوض في تفاصيل هذه الحلقة نرحب بمحللينا، البداية بالكابتن جمال الصطايفي. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك، وأهلا بالمشاهدين والمشاهدات الكرام والإخوة الأعزاء في البرنامج. أكيد أهلا وسهلا بك أستاذ فتحي، أنسنا وشرفتنا. اهلا مؤيد، شنو هي الاناقه؟ الاناقه كلها موجوده امامي، يظهر لي خليتوني هنا الوحيد اللي لابس ربطه العنق. لا شياك انت عريس ان شاء الله، المغرب عريس زاد. انا عجبني والله، عجبني جميل عاقل. لا اليوم هادي جدا، راهو لا اراديه، راهو اسمع هادئ جدا. في مثل يقول تنخصه بيبره ما يطلعش من ندم. هذا اللي صاير له. لا انا متاكد من جمال وانه الهدوء الذي يسبق العاصفه، وان شاء الله العاصفه مش شويه اخر، ان شاء الله بالليل الساعه 9 بالليل. جمال لبس الجلابيه المغربيه صحيح، مش عارف هيك عندي احساس ان الاستاذ فتحي يخش لنا في رهان من اجل الجبه التونسيه في حال الفوز غدوه. تونس روحت من 9 على خاطر المغرب. الجبه التونسيه حطيناها في المتحف. ايضا بوسنا امريكا وروحنا. ايضا الترحيب الكبير بنجم كره القدم الليبيه الكابتن نادر كارة. اهلا وسهلا بك كابتن. اهلا بك مؤيد، مساء الخير ليك ولكل متابعين مساء المونديال، ايضا للاخ جمال والاستاذ فتحي يقولوا مساء الخير ان شاء الله. اكيد اذا كان لبست الجبه التونسيه فنتعهد ان الزبون الليبي حيكون حاضر بالنسبه للكابتن نادر كارة، وخصوصا احنا الطرابلسيه مشهورين بلبسه الكات والزبون الليبي. اكيد ما جاناش بكل المونديال على اي اساس نلبسه. احتفاء بالمغرب. ان شاء الله يفوزوا ان شاء الله يا رب ان شاء الله. اكيد فراس الفويرس اعد باقه من النقاط نتابعها ومن ثم نواصل. إذا كانت هذه أبرز النقاط، وأيضا لدينا تفاصيل متعددة وجزئيات دقيقة جدا حول قمة المغرب، لكن قبل ذلك لدينا دائما مقبلات هذه الحلقة. كبات انتبهوها، مقبلات دسمة ولا خفيفة؟ انت شنو تتوقع كابتن؟ معك انت مش دسمه برك. ابدا بالصحن الرئيسي. الصحن الرئيسي طول اكيد كما الصحن الرئيسي بتاع البارح قال لك مقرونه بالغلال البحر، معقوله على اسمع على البحر في حلق الواد توا يشتكي. لا اليوم لا رهيبه بصراحه للامانه يعني. اكيد يعني فعلا هي مش مقبلات، لكن خلينا نشوفوا اولى المحاور. عميد نيويورك يشعل الجدل، قضية مصر عاصفة تتجاوز الملاعب. نبدأ معك أستاذ فتحي. السيد زهران دارها كبيرة، قال هذه المباراة سرقت من المنتخب المصري. أمتى يصدر هذا الخطاب من مسؤول في مؤتمر رسمي، مؤتمر شعبي يتعلق بملف المواصلات والأمور الخدمية المتعلقة بالمدينة؟ لكن ما نعرفش أنا الفتني هذا التصريح. احنا في المنطقة الشرقية نقولوا راجل خيرة، انتم في تونس تقولوا ناس طيبة. شنو؟ نحبوه برشا. انا نحبه برشا والله جدية. نحبه برشا لانه ساعة صعوده كان مثل صدمة لترامب، لانه خذا نيويورك. خذا نيويورك وبطبيعة الحال مسلم، بطبيعة الحال متبني القضية الفلسطينية، وإنسان عنده مواقف معناها جريئة، وكان متحدي ترامب في وقت ما، وحتى وقت اللي يطلع
ولا عميد وعمدة نيويورك كانت الحقيقة ردود فعل في العالم العربي الإسلامي كبيرة برشا، اعتباره أنه واحد من ولادنا متاعنا يحس كيفنا، حس على مصر، حتى هو حتى في نيويورك حس على مصر. ما تشوفش استغل الموقف من أجل تمرير رسائل؟ ما نبيش نقول لك قد يحصد الترند، لكن ممكن يكون يفتح به جبهة لأغراض معينة أو لأطراف. هو في القمة، ايه؟ هو في القمة اليوم، هو العمدة متاع نيويورك، يعني في القمة، ما زالت كان الرئاسة بطبيعة الحال رئاسة أمريكا، ولكن الموقف نتاعو الحقيقة مشرف جدا. الموقف نتاعو لأنه برشا رياضيين وبرشا سياسيين دخلوا في المقابله نتاع مصر والارجنتين، والحديث كان كبير الحقيقه، وانقسم العالم الى اثنين. لكن ان يصل الامر الى رفيع مسؤول المستوى، بالطبع. الرساله اعتقد باتت قريبه اليوم بالطبع، لانه شعوره تفرج في المقابله اكيد، مغروم كره القدم اكيد شعوره بالظلم، لانه اي انسان محايد، شوف محايد، انا بقطع النظر، انا مش نحكي شعبويه نحكي موضوعيه، تتفرج المقابله وترى وكانه الحكم معناه تقول لي ربما هذه الاخطاء مش اخطاء، ولكن بصفه عامه مشى مع القوي وخلى الضعيف. وديما احنا نتعاطفوا مع الضعيف ونتعاطفوا مع المظلومين، وهو تعاطف مع مصر اعتبرها مظلومه، وهذه شهاده نعتز بها، ماهوش من شخص عادي راهو، من شخص معناه في مقام رئيس دوله راهو، عمده نتاع نيويورك في مقام رئيس دوله، ثم كلامه مسموع، ثم باش يوريك اهميه كره القدم. انت عمده نتاع نيويورك تحكي على وسائل النقل باش تقعدوا في انتظار 7 دقائق، فكل الانتظار هذاك احكيوا على المظالم واحكيوا على كذا، حلوه ياسر، معناها احنا نقولوا مراوغه حلوه، هذه مراوغه نتاع ميسي. طيب نشوفوها هذه المراوغه قبل ما نسال الكباتن. Agreeing with your friends that Egypt were robbed yesterday. Above all, it means time returned to New Yorkers who don't have nearly enough of it. And as we do so. كابتن جمال، العمدة أعتقد أن انتهز الموقف أمام الجموع، وهذا هو العمدة نيويورك ممداني، لا يفوت هذه المناسبات دائما، يعني هو ميزته أنه متابع لكرة القدم بشكل جيد، هو من عشاق الأرسنال، وفي وقت من الأوقات أيضا هو دائما يعني كان يتحدث حتى على مروان الشماخ انه كان لاعب ديال الارسنال. كل ما يتعلق يعني بالجاليات في نيويورك تجد يعني ممداني حاضرا يعني ويتحدث عن هذه الامور، وبالتالي لا يمكن لعبده بهذا البروفيل أن يفوت هذه الفرصة. بالمناسبة الجالية الأرجنتينية ليست كبيرة في نيويورك مقارنة مع الجالية مثلا العربية أو الجالية من بينها أيضا الجالية المصرية في نيويورك، فبالتالي كلام كبير جدا يعني الحديث عن السرقة وما إلى ذلك، ولكن كيبقى هو رأيه، تفاعل مع ما شاهده بتحليله بعينه، عين السياسي وليست عين الرياضي، ليست عين الخبير وليست عين أيضا أيضا يمشي مع اتجاهات الريح في الكثير من الأحيان. هو صحيح مسلم، ولكن ليست كل القضايا التي يدافع عنها تخص يعني المسلمين، هناك قضايا جوهرية بالنسبة للمسلمين لا علاقة له بها، ليس كل ما هو يقدم على أنه مسلم يعني يدافع عن القضايا التي تهم المسلمين. هناك أمور لا علاقة لها بديننا يدافع عنها ممداني كعمدة لمدينة نيويورك، ولكن يبقى هو موقف دياله عبر عليه بخصوص ما وقع في مباراة مصر والأرجنتين. طيب كابتن نادر، أعتقد أن عشت وشفت على امتداد يعني مونديالات متعددة، سواء أنت كنت لاعب أنت كنت مسؤول، أعتقد أن هذا المونديال مختلف اختلاف كامل عن البقية، يعني لأول مرة نشوف هذا الكم الغزير من الساسة يتكلمون على تخيل اليوم الساسة يتكلموا على الأخطاء التحكيمية أكثر من اللاعبين والمدربين. شو تفسير كرة القدم؟ تأثير كرة القدم فقط لا غير. أكثر شيء مؤثر في العالم حاليا هو كرة القدم على مستوى السياسي والاقتصادي وليس رياضي فقط. كرة القدم عاش ولت رياضة فقط، أصبحت تدار من خلال السياسة والاقتصاد. تصريح عمدة نيويورك ليس له علاقة بكرة القدم نهائيا من وجهة نظري. كيف شفتها من أي زاوية؟ صراع سياسي بين
الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري فقط لا غير، ماليش علاقة نهائيا. نتيجة المباراة شنو علاقتها بين الطرفين ولا تهم مشاعر الشعب المصري أو العربي أو ديانته. نتفقوا أن ديانته مسلمة فقط لا غير، كلهم تبي تستغل هذه الفرصة أن تأثير كرة القدم. واليوم كيف نقدر نوصل؟ لازم نتفقوا شن تقصد ان مثلا زهران وكأنه يوصل في رسالة ان بطولتكم فاشلة؟ بالضبط، صراع، لان اليوم هي البطولة تنظم في دولة. انت لو تلاحظ معناها في خلاف مباشر مع ترامب اليوم. عمدة نيويورك في السابق اليوم استغل هذا الموقف، استغل الرسائل اللي يبي يوصلها ان اليوم الفيفا تدخل ترامب في قرار المنتخب الامريكي والى ذلك. فالصراع السياسي واضح جدا من خلال هذا التصريح وليس له علاقة بكرة القدم. هذه من وجهة نظري الخاصة. طيب، على ذات السياق بنمشوا لمحور آخر متعلق أيضا بالسياسة. أنفانتينو اليوم تحت الضغط. تصوروا ما يقارب على 53 برلماني من البرلمان الأوروبي يطالب رئاسة البرلمان بضرورة فتح تحقيق مع جياني إنفانتينو، بل طالب بعض المشرعين والقانونيين بضرورة أن يتم تعديل لوائح الفيفا وإقحامها داخل براح البرلمان الأوروبي. أعتقد أن الأمر أستاذ فتحي الآن خرج عن السيطرة. ممكن كانت طرح في أوقات سابقة يمنع تدخل الرياضة على السياسة. اليوم تصريحات عريضة قدمت لرئاسة البرلمان الأوروبي تطالب بالتحقيق. صحيح، هو معناها السياسة توا في عمق كرة القدم، والمتهم الأول راهو اللي يدخل السياسة في كرة القدم هو انفانتينو. ما احنا نقولوا جاي يلعب صادوا بوربيح، حب يلعب بالسياسة يدخلوا له السياسيين. معناها الأمور واضحة، دخلوا له السياسيين من بوابة فتح بحث تحقيقي حول انفانتينو. يا أخي كيفاش طاح بلاتر؟ شكون اللي طيح بلاتر؟ وشكون اللي طيح بلاتيني؟ هي أمريكا. طلبوا فيه بحث إلى آخره لين طاح، لين ولات الأمور. هذا نفس الشيء اليوم أوروبا، الاتحاد الأوروبي أنا فما إجماع وأنهم يطالبوا بفتح بحث تحقيقي حول الشخص هذايا والأمور المالية والتصرف المالي وغيره، من حقهم. أما تغيير اللوائح ليس من حقهم. لا، كل واحد ياخذ حقه. خصوصا انك انت راجل قانوني. لا بالطبع نحكي لك قانون الان. تغيير اللوائح مش من حقهم، من حق الجلسه العامه الخارقه الجمعيه العموميه للفيفا. وايضا من حق الجلسه العامه الخارقه للعاده للفيفا ان تطلب تنحيه انفانتينو. اللي نعرفوه انه انفانتينو يعني في السياسه حتى الناس كل السياسيين في المكتوب باستثناء اوروبا. اوروبا هي اللي خارجه على السيطره، وبالتالي نعتبر وانه اليوم قاعدين نعيشوا، نأكد لك في أبشع وربما معناها أخيب كأس عالم كلها معناها خبث، كلها سامحوني في العبارة معناها ماهيش نظيفة. خليني مش ما نقولش كلمة أكبر. كأس عالم ماهيش نظيفة من اللي بدأت. كأس عالم ماهيش نظيفة. التدخلات على اليمين وعلى اليسار والظلم اللي سلط على بعض الفرق وعلى بعض اللاعبين وعلى بعض الحكام، وتو نرجع حتى على الحكام من بعد ربما في البرنامج. ظلم كبير معناها، سامحني، الأغنياء يعملوا القوانين والفقراء يدفعون الثمن. أكثر من هكا، الأغنياء يعملوا القوانين ويغيروا القوانين أثناء المسابقات والعالم يتفرج. اللي وقع مرة هذه أنا نعتبر وأنه كأس العالم هذه ستعلن نهاية انفانتينو على رأس الفيفا. طيب ستعلن كما نقولوا احنا بالتونسي باش تمشي براسه. كأس العالم هذه ستعلن على نهاية انفانتينو، وربما هذا خيار قد يكون مطروح. لكن كابتن جمال، ما تشوفش ان خارطة كرة القدم بعد هذا المونديال تبدلت؟ الخريطة الكروية ما نتكلمش على الإطار الفني، نتكلم على التدخلات اللي صايرة الآن، ما لهاش حصر يعني.
والتدخلات دائما كانت حاضرة إيه. على مستوى الاتحاد الدولي لكرة القدم، وليس فقط على مستوى الاتحاد الدولي لكرة القدم، حتى على مستوى اتحادات قارية أخرى. دائما التدخل السياسي كان حاضرا بأشكال وطرق مختلفة. حتى هذه الواقعة ديال اللي لا يمكن قبولها، واقعة بطاقة الحمراء لترامب، فلا يمكن قبولها، وبالتالي كان واحد الخط أحمر يعني تم تجاوزه فيما يخص يعني التدخل حتى في أمور يعني تقنية. بطاقة حمراء لا يمكن أن تلغى، يعني تم إلغاؤها، وهذا يبين إلى أي مدى أنه جياني إنفانتينو أيضا خاضع للضغوط. لا أعرف واش حتى هو عنده شي ملف بحال جيفري إبستين، لا أعرف، لأنه طريقة باش تم التدخل فيها. يعني تتوقع ذلك ولا سمعت؟ شنو التفسير، شنو التبرير يعني البطاقة الحمراء التي يعني تم إلغاؤها بالنسبة للمهاجم الولايات المتحدة الأمريكية؟ ليس لها تبرير وليس لها تفسير. أحيانا يمكن اتخاذ بعض القرارات ولكن تجد لها لبوس قانوني أو شيء من هذا القبيل. في هذه الحالة يعني كنا لم نجد أي مبرر أو ذريعة يعني قانونية تسمح بإزالة بطاقة حمراء. أكثر من ذلك أنه دونالد ترامب أوضح أنه يعني فعلا اتصل فيما يخص يعني البطاقة الحمراء، وهذا ما يفسر أيضا يعني الغضب. إلى أي مدى يصل الأوروبيون الآن؟ لا، الغضب الأوروبي له مبرر، خصوصا الجهة التشريعية. الغضب الأوروبي له مبرر. لماذا؟ لأن أيضا المنافس كان هو منتخب سويسرا في المقابلة السابقة مع الولايات المتحدة الأمريكية. لحسن حظ الأوروبيين ولحسن حظ حتى جياني إنفانتينو أنه منتخب سويسرا منتخب بلجيكا تفوق على منتخب الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن هذا واحد الحد فاصل يعني كان لا يجب يعني الوصول إليه، تم الوصول إليه. كاين أيضا تمظهرات أخرى لتدخل السياسيين في يعني في مجال الرياضة. هذا لا يعني أيضا أن الاتحاد الأوروبي بريء، يعني لا يمكن أن نقدمه أيضا أكيد بريء. كل واحد هو على الأقل عنده رؤية يضغط، ولكن هو أيضا ولديه هو أيضا مصالح. هو أيضا يخضع في بعض أكيد. الأمور أيضا لتدخلات السياسية. أنا شدتني نقطة بصراحة. سيب بلاتر شادها تدوينات ليمات هذه 24 ساعة في اكس. كل واحد بيستغل الفرصة، كل واحد بيستغل الفرصة. يعني ولا طريقة النقد مش للفيفا فقط. واضح ان المشهد الامريكي مأثر على سيب بلاتر، وكأن معناها متشمت نقولوا في هذه الدولة. على فكرة هو المشهد الآن مشهد قريب للوضعية اللي تمر بها الدول العربية تارة. على سبيل المثال اليوم أم تنشوفوا هذا المشهد الموزع واللي يعتبر خرج من السيطرة. أعتقد أنه غلطة ما نعرفش، وهذه حنسأل فيها الكابتن نادر. هل الوضعية الآن تتوقع أن جياني إنفانتينو حصل منها مكان في إطار الجمعية العمومية، أو تتوقع أن نحصل منها ضغط؟ على سبيل المثال، وهذا خارج الموضوع وأفتح قوسين، عندنا في ليبيا السلطة غارت من زوز رؤساء أندية، قالوا لا هادو في اللي بيحكم ليبيا وفي اللي خدا الشوع كله، دخلوا سياسيين وحلوا. هل جياني إنفانتينو اليوم وحل بهذه أبدا؟ موقفه قوي ومستحيل واحد يقدر يوصل في إنفانتينو قاعد في مكانه. الموضوع سياسي بحت. قاعد نأكد، هل استطاع ترامب إعادة المنتخب الأمريكي للمونديال؟ سؤال. أبدا ما قدرش. خلاص المنتخب الأمريكي يطلع بالكرة، خلاص خلاها توقف في هذا المنطلق. رجع لاعب بالحمراء وأنصفت كرة القدم المنتخب البلجيكي. هنا تقف. يجب أن نعبر من نظرية المؤامرة. اليوم البرلمان الأوروبي لا يستطيع أن يفعل أي شيء. البرلمان الأوروبي المظاهرات طلعت في كل الشوارع في الحرب على فلسطين، ما قدرش ولا واحد. لين وقفت الحرب أمريكا. لازم أن نتفق أن أمريكا من يدير العالم. واليوم كرة القدم لعبة البرلمان سياسية. الأوروبي ما يقدرش يغير أي شيء. مهما يندد، مهما يتكلم، مهما يطلع، لا يستطيع أن يغير أي شيء في الواقع. اليوم تحت حماية ترامب إنفانتينو حيبقى في مكان. معناها حصل مكاسب جدا قوية. معناها العقلية نمشوا لروعة كرة القدم وجمال كرة القدم. أنا نختلف شوية مع احترامي للزملاء وإخواني، نختلف على مستوى جمال كرة القدم وعلى مستوى الروعة وعلى مستوى الأداء. مونديال ممتع إلى لا جميل، كلنا كرة شدنا القدم بذلك. إذا شفنا الأخطاء
كرة القدم مبنية على أخطاء، والأخطاء في المونديال من حقبة هافيلانش، بلاتر، الصراعات من ال66 ومن ال62 ومن ال54، من المونديالات من قبل 70 و80 سنة دائما في جدل تحكيمي، دائما في أخطاء تحكيمية، ودائما الفيفا تحاول أن تواكب الحداثة وتحدث اليوم في زمن الفار، في زمن الاي اي، في زمن السوشيال ميديا. يجب أن احنا كعقول يجب أن نتكيف مع هذه الحداثة وهذا التطور. لا أنا كمشاهد كرة القدم دائما نظرتي لروعة وجمال كرة القدم. أنا لما نشوف وفرة الأهداف بس هذه تفاصيل مؤيد نكمل الفكرة. أنا يجب أن نكون ينصب، أنا كمشاهد يهمني ال90 دقيقة. لما نجي نشوف ال90 دقيقة بغض النظر على تأثير، هنا اتفقنا، أنا ما تحطنيش في قالب أمريكا كنا مختلفين معاهم وهذا الأرعن ترامب متفقين معاه إنه هو شخص لا يرتقي لأنه يقود العالم، هذا متفقين فيه. لكن ننظر للفيفا وكرة القدم من ناحية الفرجة اللي تدير فيه فيفا الآن، هل هو أمر سليم كابتن نادر؟ إذا شفنا الأخطاء ووجهنا مثلا مقصودة، الأخطاء صارت من قلت لك من 70 لا سنة. أنا الآن نحن نقيم في حالة القارات اجتمعت في مجملها على أن إدارة أنفانتينو في آخر سنوات خرجت على المسار. هذا المونديال ما نتكلموش على الكورة امتى تخبط، وما نتكلموش على الإطار، خرجت على المسار من لغة الكورة. اوكي نعطيلك اولا لا دقيقة. اولا اصبح المونديال يوزع لدول، وهذا الامر كان غير محبذ عند الفيفا. اليوم بضغوطات تبدل هذا الموقف. في وقت سابق من الصعب المساس بأي بعثة رياضية من الدخول أو المشاركة في مونديال. تم إهانة منتخبات، وتم طرد شخصيات رياضية، وتم حرمان عناصر رئيسية في المونديال بما فيهم الحكم الصومالي من إدارة المباريات. هنا تصدرت للمشهد السلطة الحاكمة اللي تتدخل في قرارات الفيفا. هنا ممكن تقول سياسة دولة أو رؤية دولة، لكن أمتى يصل الأمر إلى قرارات فنية، راهو القرار فأعتقد أن في متغيرات يجب مناقشتها. الأخطاء موجودة وهذه أخطاء وليس لها مبرر. انك انت تمس بعثات، تحرم حكم من الدخول، هذه اخطاء. اذا جينا حطيناها على الميزان نفسها صارت في السابق غير بس اليوم الانتشار الاعلامي بالضبط. اليوم صارت في اخطاء مثلا خطا تحكيميه صارت. لا مش على التحكيم، نحكوا عليه اخطاء في حد ذاتها. نحكوا على ارتهان الفيفا لدى القرار السياسي. علاش ركزنا احنا على الاخطاء وابتعدنا على لا ما نحكيش على كرة القدم، ما نحكيش على راهو الاخطاء التحكيميه جزء من متعه كرة القدم، خاصة بكرة القدم. مونديال العالم خاص بكرة القدم. خلي يتفاعل معك الاستاذ فتحي، خلي يتفاعل معك. انت وين وجهة نظرك في الموضوع؟ نادر من حقه تعرف شو يحكي، لانه كوارج يبي يتفرج. عارف بالضبط الفرق من جانب رياضي، يبي يتفرج بالضبط. هو كوارج حلو. نادر شيخ 90 دقيقة على المستطيل الأخضر. قال لك أنا فرجة، أنا معاك. أنا شخصيا نحكي قبل ال90 وبعد ال90. ما الأصوات تعالت سي فتحي، هذا اللي يهمني. الأصوات تعالت انها مؤثره في النتيجه. الاسباب اللي تذكروا فيها انتم الدوافع نتاعكم انها مؤثره في النتائج. معلش سامحني بالطبيعه ما اثرتش. سامحني وقت اللي تقول لي توا يا نادر انا موافق الفرجه فرجويه مونديال جميل جدا. لا نحكي مونديال هذايا كارثي. ما نحكيش على الكوره لا ما نحكيش على الكوره، كارثي. ما فما حتى تنظيم تاع مونديال وقعت فيه التجاوزات اللي ريناها. اثنين، نادر قال لك يخرج اقوى ما فما انفانتينو فقد حاجه اهم خصله عند الانسان اللي هي المصداقيه، افتقدها لهنا. ولهنا حتى تشوف في العالم الكل التصويره وانه انفانتينو واقف
وترامب فتحي صار تلاعب في مونديالات سابقه، هذا قمه ما نحكوش راهو يا كابتن نادر، ما حتى هو في لا نفس السياق. نتحدث. شوف احنا امتى نتكلموا عليه مونديال الارجنتين اللي قام دييغو ارماندو مارادونا، نستمتعوا احنا بالهدف اللي سجله دييغو ارماندو مارادونا واللي الى يومنا هذا مثار جدل، وما زلنا نقولوا احقيه المنتخب الارجنتيني بهذا التتويج. احنا ما نتكلموش الجزائر بتلاعب، هذا شنو تفهم؟ مش كوره، هذا مش كوره، اتفاق دولتين. لما طلعت المغرب في 98 النرويج والجزائر، البرازيل لما باعت المباراه للنرويج، هذا اتفاق دول على الدوله ولا هذا فساد. احنا نتكلموا على علاقه المونديال بالاداره الامريكيه. طبعا شوف امريكا ما قدرش ترامب يرجع المنتخب الامريكي. خلي ترامب قدر يرجع المنتخب الامريكي للمونديال، قدر يرجع. ما ينجمش 4-1 خلاص. لا ما رجع احسن ملاعب، احنا نحكوا على المبدا. تقوليش وكان خسرت بلجيكا يولي حديثك مختلف. احنا نحكوا على مبدا لا يتغير. اليوم الفرق نادر عنده الحق، كؤوس العالم كل مره فيها ربما تدخلات 78 وغيره وغيره، لكن المره هذه راهي مفضوحه. العالم الكل الرئيس يتكلم قبل حتى يعملوه بالسرقه، يعملوه تحت الطاوله، يعملوا هذا. تفرجوا يا عالم، انا راني نحكم في كاس العالم. انا عندي حاله نفسيه مع النظريه هذه. لا مش نظريه المؤامره. المؤامره ولا يستعملوها مش مؤامره. حاجه في الكوره، الكل كان يتهم مؤيد في فرانكو انه مؤثر على مستوى ريال مدريد. حلو الكلام. في الحقبه الحديثه ريال مدريد قاعد هو ريال مدريد وياخذ في تشامبيونز ليج ووصل لل 15 يا كابتن. احنا ما نتكلموش راهو على هيمنه، ما نتكلموش على هيمنه فنيه وسيطره. مش لازم احنا نعطي الكلمه توا لجمال باش هو يكون رمانه الميزان. دقيقه بس كابتن جمال، رانا احنا نتكلموا عليه مبادئ رياضيه. انا كصحفي جالس من هذا المنبر، أهم وظيفة بالنسبة لي هي تطبيق المواثيق الرياضية والأولمبية المتعلقة بكرة القدم وجميع الألعاب. تدخل الرياضة في السياسة هذا اللي تكلموا فيه. أعطيني كاين بعدين. كاين البعد الأول البعد التنظيمي، الإجراءات التنظيمية ومجموعة من الأمور اللي صراحة لم تقع في السابق. مثلا ما وقع منتخب إيران أنه يلعب في المباريات في الولايات المتحدة الأمريكية ومطالب بالعودة الى المكسيك. هذا امر لم يحدث يعني في تاريخ يعني المباريات ديال كاس العالم، امر غير مقبول على الاطلاق، لان اولا يخل بمبدا تكافؤ الفرص، فيه تمييز ايضا ضد منتخب ايران، وهذا التمييز عشنا ايضا مع حتى الحكم الصومالي الذي تم منعه من قياده مباريات المونديال، ووصل الى مطار ميامي وتم ارجاعه الى تركيا ومن ثم الى الصومال حيث استقبلته بلاده استقبال الابطال. فهذه الجوانب يعني هذه بطبيعه الحال جوانب سلبيه جدا، جوانب مظلمه، ولكن هي امتداد ايضا للسياسه الامريكيه، امتداد لسياسه دونالد ترامب كرئيس الولايات المتحده الامريكيه. هو متغطرس يعني وانا قلتها في السابق، قلت ان هذه الامور تشبه ترامب، وان ترامب لا تهمه صوره الولايات المتحده الامريكيه او ما يمكن ان تجنيه الولايات المتحده الامريكيه من خلال تقديم صوره مختلفه عن السائد. هذا جانب. الجوانب الاخرى يعني الجوانب الأخرى المتعلقة يعني بالمباريات، المستوى الفني رائع جدا، الملاعب رائعة جدا، الحضور الجماهيري رائع جدا، الأخطاء التحكيمية يمكن أن أقول لك أنه هذه من أقل دورات على مستوى الأخطاء التحكيمية ليست بذلك انطلق المونديال. إنفانتينو خسر نقاط بلا شك، يعني خسر نقاط، فقد الكثير يعني من المصداقية. ظهر أنه رهينة لدى الولايات المتحدة الأمريكية ولدى دونالد ترامب على وجه التحديد. هل هذا الأمر يؤثر يعني في النتائج؟ لا يؤثر في النتائج، يعني النتائج المباريات، نتائج المونديال لا يؤثر فيها، ولكن نحن نتكلم عن الصورة، عن الأبعاد التي من خلال تدخل ترامب ومن خلال انبطاح يعني جاني إنفانتينو بشكل مكشوف، لأن البقية أيضا كانوا منبطحين بطريقة أخرى. غير الأمر الآن وصل إلى حد الإدلال وحد إهانة يعني مؤسسة مثل مؤسسة الاتحاد الدولي لكرة القدم. طيب الإسقاط اللي دار جمال على المنتخب الإيراني أنا ذكرت سبب في أكثر من تآمر دولتين على الدولة في السابق. معنى لما تحطها على الميزان مني أخطر
على مستوى كرة القدم. انت دول تآمرت باش تطلع الجزائر، التآمر اليوم شوف التآمر هل حدث من المنظمين نفسهم؟ صار اتفاق بين دول، لا ويصير اتحادات وين دور المنظمين؟ وين دور الفيفا في تلك الحقبة؟ وين دور الفيفا انها تقصي المنتخبات اللي تآمرت؟ ليش ما تدخلتش؟ هنا الأخطاء موجودة. طيب. فقط اليوم اللي تغير، ليش احنا نتكلم؟ لأن سياسة أمريكا تبدت. اليوم أصبح ترامب كل شيء على المكشوف. هذا البس اللي احنا مش قادرين نستوعبوه. ترامب كانت تدار تحت الطاولة، بدت كلها فوق الطاولة. ترامب بدا كل شيء فوق الطاولة. طيب راهو هي المحاور اللي نناقشوا فيها الآن مقبلات شوف كيف تمشي بالتدرج. ما نعرفش نوصفها المحور هذا هيك يوصف استاذ فتحي نفس حسام بالطبع. هذه معقولة. طبعا الحكم الافريقي حضور بلا فرصة حقيقية. انا مش حناخذ منكم اجابة، بنسأل سؤال واحد لجمال والكابتن نادر باش نخوض معك انت مباشرة، وحنعطيكم التعليق على هذا الموضوع. الحكام الافارقه انت تفرجت على اغلب المباريات، تمام؟ في كوارث من الحكام الافارقه ابدا، فشلوا الحكام الافارقه. لا. تمام. لا. جمال وفي منهم حتى حكام هناك من قدم مباريات رائعه جدا. هناك من قدم مباريات رائعه جدا بين هؤلاء الحكام. اخطاء صفر يعني. تقنيه الحكم المساعد اسمها، هذه ساعدت الحكام. لازم نتفق. احنا اختلافنا في الاليه. كويس. كويس. هادو اللي قدامك استاذ فتحي حكام افارقه. الكباتن فنيين وصحفيين قالوا مش فاشلين، لكن الان صاير تمرد حسب وسائل الاعلام. الحكام نفسهم يتواصلوا مع وسائل الاعلام. طبعا الحكم ما يقدرش يبرز موقفه، لكن يبدو ان يوم ايام معدوده والجميع سياخذ حقائبه ويروح. بالطبع ما عندكش حظوظ فيما تبقى من المونديال. بالطبع إهانة للتحكيم الافريقي. احنا المقابلات، بعض المقابلات اللي داروها حكام ولاد بلادنا ولاد قارتنا كانت مقابلات دون اشكال. ما كانوا فعلا في المستوى واكثر من المستوى. انا تتصور لو حكم عربي او افريقي ارتكب نصف خطأ راهو العالم وقف. هذاك تحكيمكم كما مستوى كورتكم، كلكم تعبين برا وروحوا. ما ارتكبوش اخطاء، مظلومين يا ولدي. يتعاملوا مع الحكام، راهو الحكام راهو منظومه كامله. هاوكا اسمع، حطينا الفرنسيس مقابله مصر والارجنتين، ونحطوا توا الارجنتينيين مقابله فرنسا، والانجليز ما يزفروش الارجنتين. لو توصل الارجنتين للنهائي ما زفر حتى حكم انجليزي للنهائي اللي قبل، لانه حرب المالوين عام 1982 التوا شوف يقراوا حسابهم ويقعدوا. والحكام الافارقه اليوم مساكن جايين باش ينوروا بلدانهم وينوروا قارتهم، يتفرجوا، وبالتالي فما قطو يقسموا فيه الجماعه حكامهم وجماعتهم. يا ولدي احنا هذاك علاش انا راهو نخرج من عقلي وقت اللي نرى المغرب تتحدى فيهم. المغرب تتحدى فيهم، مش جايه تعمل المغرب بحذانا. شوف منتخب زي المغرب واصل لمراحل متقدمه، عنده حكم جلال جيد وقدم مباريات مميزه ممتاز. يعني انت حتى من الناحيه التشجيعيه وتقرن الاداء الفني للاعبين لحضور المنتخب لجوده الاتحاد ايضا بالامور الفنيه والتحكيميه والتقنيه. ما فيش من 2014 من رضوان جيد او جمال حمودي الجزائري ادار مباراه ترتيبيه الثالث والرابع صحيح. الى ذلك الوقت غياب كامل. نمشي معك لنقطه ابعد. تو بنحاول ان نستفزك شويه كابتن فتحي. تو ممكن التحكيم الليبي عندنا حكام مميزين
صحيح. وفي حتى معتز الشلماني في فتره من الفترات صحيح. تحصل عليه جائزه افضل حكم في القاره الافريقيه. جيدين لك مش في المستوى. لا خلي نوضح، خلي نكمل بس التفسير نتاعي. وهذا نفس اللي ينطبق مش على العرب. ممكن مش منطقي وجود حكم ليبي، لان احنا مش مشاركين في كاس العالم. طبيعي عادي جدا انت متاخر مش متواجد في كاس العالم، الكوتا تمشي. لا ماشي قاعده، مش ما هيش قاعده. نعرف نعطي لك في تبرير. لكن هل اليوم الصافرة التونسية أيضا تسجل حضور مريب؟ سؤال يطرح نفسه. الجزائر موجودة، جاوبك مصر موجودة، المغرب موجودة، تونس غياب. تونس غياب لأنه سامحني التحكيم التونسي مريض. التحكيم التونسي مريض. التحكيم التونسي لحد وأنه حطينا مدير عام للتحكيم جزائري حمودي. التحكيم التونسي عندنا مشاكل معاه لهنا ما يعرفش يقرا الفار. التحكيم التونسي عمل لنا مشاكل في البطوله التونسيه معناها. والتحكيم التونسي ضحيه الاتحاد التونسي. سهله ياسر. اكبر المقابلات في البطوله الدربي الاسبانيول الترجي والنادي الافريقي نجيبوا حكم اجنبي. ما معنى هذا؟ انا المشرف على التحكيم التونسي ليست لدي ثقه في الحكم التونسي. كيفاش تحب الاتحاد الافريقي او الفيفا تكون عندها ثقه في التحكيم وانت ولد بلادك ما عندكش فيه؟ عدم الاختيار تشوفه غير منطقي بالنسبه لتونس. منطقي جدا. طيب نسمع وجهه نظرك كابتن جمال. تصالح مع النفس لا ما يلحمش الكابتن فتحي في هذه الجزئيات. انا بناخذ الكابتن جمال. غياب التحكيم الافريقي على الادوار القادمه، الى حد الان هناك مصادر تتحدث على ان الحكام عاش يبوا يتدربوا. ممكن غضب لانه صحفيا هل تؤكد او تنفي هذه الجزئية؟ كاين غضب وكاين عدد من الحكام يعني يجرون اتصالات هنا او هناك. صحيت. يعني لاثاره الموضوع غياب يعني الحكام الافارقه عن الادوار يعني المتقدمه، لانه ربع النهائي لم يتم تعيين اي طاقم تحكيم افريقي في مقابل تعيين طواقم يعني من اوروبا ومن امريكا الجنوبيه. السؤال تقييم الحكام كيف يتم؟ هؤلاء الحكام بعين المجردة يمكن تكون هناك أدوات أخرى للتقييم. قدموا مباريات يعني مستوى جيد جدا. نعطيك حكم مغربي مثلا جلال جيد وطاقمه المغربي قدموا مباراة رائعة، مباراة الباراغواي وألمانيا، وأيضا أدار مباراة ألمانيا وكوراساو. شخصية قوية وثبات انفعالي، ولم يتأثر لا باسم ألمانيا ولا يتأثر بالباراغواي. يعني قدم مباراة من طراز رفيع. ايضا بقيه الحكام، ايضا الحكم الجزائري مصطفى غربال، ايضا من الحكام المميزين امين عمر ايضا ادار يعني المباريات يعني بشكل جيد. السؤال لماذا هؤلاء الحكام لم يتم تعيينهم يعني في ادوار لاحقه؟ هل من الضروري ايضا اقتصار؟ يمكن ان نفهم الحضور الكثيف لحكام اوروبا ولحكام امريكا الجنوبيه، ولكن ايضا لا يمكن ان نفهم اقصاء هؤلاء الحكام من دور الربع النهائي. فتحي المولدي يقول لك افريقيا في المكتوب. مكتوب معناها بالتونسي وبلغتنا احنا وبلهجتنا يعملوا فيهم شي يحبوا انفونتينو حطتنا في المكتوب. هادو في الجيب وهيك صاير فيهم. احيانا ملي كتكون في الجيب يفعل بك اكثر مما انك لا تكون في الجيب، لان طيب. حينما ما كتكونش في الجيب محاولات الارضاء، اما في الجيب انت دائما في الجيب معناها تحمل ما يجيك. ولكن حتى لو كنت في الجيب فعلى الاقل احفظ ما وجه هذول وضعتهم في الجيب وعين يعني بعض الطواقم التحكيميه في ادوار يعني متقدمه. هذا لا يجب ان يدفع حكامنا الياس، لاننا ايضا لدينا حكم سعيد بالقوله، الحكم المغربي اللي قاد نهائي كاس العالم، حيمودي قاد مقابله ديال الترتيب. فبالتالي هذه الهيبه ديال قياده مباريات من كاس العالم ليست موجوده الان بالنسبه للحكام يعني الافارقه. وبالتالي على ايضا من يراس لجنه الحكام هو بيير لويجي كولينا، من المفروض انه عادل يعني في قراراته. فاتمنى ان لا تكون نهايه المسار بالنسبه للحكام الافارقه وان يتم تعيينهم في ادوار لاحقه. اكيد. على غرار الحكام حتى ليبيا كان لها حضور اكيد بالنسبه للصافره. يوسف الغول الله يرحمه في ال 82. لكن انا بنمشي معاك باطار استقيته من الكباتن، وخصوصا السطر الاخير اللي قاله جمال. حلو.
وبنمشوا بالعقليه نتاعنا احنا اللي قراءه بعيدا عن العاطفه. لا 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 لا, لا بعيدا عن العاطفه، ما عنديش مكان في العاطفه، بعيدا عن العاطفه اصلا، هو اساس الموضوع عاطفه. تمام. الكابتن جمال تكلم على كولينا رئيس لجنه التحكيم. كولينا طبعا هو عباره لراجل ياخذ في منتوج من رؤساء الاتحادات المسؤوله على التحكيم في القاره، زائد نظرته كونه حاكم دولي لا مميز. لكن انا طريقه افتكاك الحقوق، انت يجيك حكم للمطار انت كرئيس لجنه التحكيم الافريقيه ويتم منعه من الدخول وتمر بهذه الحاله، اذا ما تعباش ان رئيس الحكام ياخذ لك حقك. هذو ما من اللي بيحميهم حاليا هماما من هو يعني الصد المنيع بالنسبه لهم بالدرجه. الخطا وقع واتفقنا فيه كلنا، مش لازم نرجعوا له. كويس. انك تمنع حكم من الدخول. نحكي لك انا تقدر تحطه تحت انك انت المونديال يقام تحت مظله الدوله، عندها قوانين، عندها اعراف. القوانين قالت ان هذا عنده اجراء مشكله ما حمتاش الفيفا، واضحه الجزئيات. انت تنازلت في هذيك الوضعيه، هل هذا التنازل اثر على هؤلاء؟ شوف انا بنمشي من منطلق زي ما قال الاستاذ فتحي دائما فني، دائما بننظر من ناحيه فنيه، من معايير ونقطه اشار لها حتى اخونا جمال، اللي هي شنو هي المعايير؟ ما هي المعايير لاختيار الحكام حتى نبعد من نطاق الجدل علاش الحكام العرب لم يحكموا. اليوم المعايير من خلال درجات تحكيمية، معدل كيلومترات، سرعة بديهة، سرعة اتخاذ قرار، كم مرة ساعدك الحكم المساعد الفار في اتخاذ قرار، هذه درجات. بالتالي اليوم لما نحطها على الميزان الدرجات ونعرف أن في صراع في مجموعة من الحكام كبيرة، اليوم جابوا أقل درجات، خلينا نحطها في هذا السياق. الحكام العرب جابوا لماذا؟ لأن جايين من دوريات ضعيفة، نفس ما يقع على اللاعب نفس ما يقع على الحاكم. اليوم الحاكم منين يكتسب الخبرة ومنين يولي حاكم قوي؟ لما يحكم داخل دوري قوي، دوري فيه احتكاك، فيه نسب عالية من التحكيم. يا كابتن اليوم لاحظنا أنت تتكلم على المنهج اللي في بلادك، أنا نتكلم عليه حكام شاركوا في المونديال ما كانش لي مقطع، وفي حكام أنا متأكدة في حكام حتشوفهم في الدور القادم عندهم أخطاء سابقة. كيف عرفت إن ما عندهمش أخطاء؟ ما عندهمش أخطاء. أنت كيف عرفتها؟ هل التقييمات اللي تعمم دائما هيك تقول؟ ما أنت إحنا ما نعرفوش مسبقا المعايير اللي يتم من خلال اختيار الحكام وفق درجات، فيها معدل الجري، فيها معدل سرعة اتخاذ القرار. أنا خديت قرار، أنت حكمت إنهم ضعفاء. إحنا زوز حكام. شوف ما تجزمش بذلك. شوف من ضمن المعايير إحنا زوز حكام أنا وأنت. أنا خديت قرار أسرع منك، فبالتالي هنا درجتي بتكون أفضل منك. هنا لازم نسبق النية الصادقة. أنت سبقت ترى النية في جانب، بعيدا أنت سبقت نية في جانب. خلينا متصالحين مع نفسنا زي الأستاذ فتحي. الأستاذ فتحي لما جبت له حاكم تونسي قال لك بكل مصداقية، قال لك ما فيش حاكم يقدر يحكم لأنه قيم وشاف. نفس الشيء المعايير والعين. بعدين في موهبة أشار إلى الراحل رحمة الله عليه سعيد بلقولة اللي كان مميز جدا في طفرات في كرة القدم، زي ما ميسي طفرة في كرة القدم في التحكيم. في من حاكم موهوب حتى لو جاء من دولة مغمورة بعيدة عن مستوى حقيقي بإمكانه أن يمر من خلال أنا جايين من أسبانيا، من الدوري الإنجليزي. أنا مقتنع في الكرة أن الموهبة مربوط بالموهبة على فكرة. أنت ما تعطيهاش تلك الفرص، مش مربوط بالموهبة على فكرة. أنت ما تعطيهاش تلك الفرص مش حتكون موهبة. دف معاه اللاعب او الحاكم او كذا، نحي العاطفه شويه والعروبه لا 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 السياسي. لا من وجهه نظري ما فيش ولا حاكم عربي يقدر يحكم ادوار متقدمه في كاس العالم باللي موجودين حاليا. هذه وجهه نظري. اعطيني اخطاء الحكام في المونديال. انا ديما نحكم حكام العرب، حكام الافارقه في المونديال. خلينا نكون واضحين باش تعرفني. انا انسان انت تشوف عيني نحكم بعيني وعندي معايير وعندي معايير. زي ما اللاعب دائما الناخب يجي من خلال دوري قوي، الحاكم يجي من خلال اقل اخطاء، اقل سرعه بديهه، دائما عنده سرعه رده الفعل في القرارات. هذه وجهه نظري. خلي التعقيب البسيط. لا اكيد هذه وجهه نظر. لا اكيد وجهه نظر مهمه. العاطفه ما عندهاش مكان عندنا في الكره.
تفضل اي لا لا ملاحظه، لا لا مع احترامي نادر حسن النيه الى ابعد الحدود. ايه وديما اسمع كل شيء، ما فما لا مؤامره ولا فما وشعبويه وعروبه، لا لا لا، كونوا واقعيين. احنا عايشين في العالم، عايشين في عالم. 1 2 3 4 الخمسه ما عندهمش، الخمسه. تقول لي المغرب مترشحه وكذاتها، والفرنسيسي يصفر الارجنتين والارجنتين، والانجليزي يزفر وفريقه يلعب. الخمسه علاش تعيط لهم؟ تقول لي نسق البطوله كذا، راهم الحكام يعملوا تربص اكثر من الفرق قبل كاس العالم، يدخلوا في تربص يمد 3 أسابيع تربصات واختبارات واختبارات الاختبار البدني هو مميز. لا يعيشك. قلت لك انا خليني انت حسن النيه، خليني انا مبربش شويه سوء النيه. هذه هي يعني. لا خليني الخمسه ما فيهم حد واحنا نعرفوهم. الخمسه بطولتهم كذا، واش تعيط له؟ معناها حتى هكاك بطولتي حتى تونس تعيط لي ما نشاركش كاس العالم. عيطت لك وبعدين طيب. قيمتك من خلال ارقام. شكون قال يا عايشه؟ المعايير، فما معايير، معناها المعايير، فما معايير مش في مش في الارقام. انا طلبت خليني منك ارقام كابتن نادر، قلت لي مش مقتنع لا بلغه المعايير وفق ارقام، المعايير وضعتها يمشوا بها زي النظام. طيب المعايير يحطوها البشر ويطبقوها البشر، وبالتالي المعايير متغيره. وبظهرنا الخمسه حكام هذم ولا واحد عنده معيار. طيب انا عاجبني جدا الحوار. لا ما تمشوش باختصار. في كل الأحوال سامحني. في كل الأحوال صحيح مستويات الحكام تختلف، ولكن حينما يتم اختيارك لكأس العالم مررت بمجموعة من الاختبارات، مررت بمجموعة من المراحل، إذن أعطيت مؤشرات على أنك تستحق التواجد في كأس العالم. عدد من الحكام تم تصحيح أخطائهم خلال تقنية الفار. أنا بالنسبة لي التحكيم اليوم في كأس العالم الحالي أسهل من التحكيم في كؤوس العالم السابقة، لأن التقنية تطورت، الفار يصحح، التقنيات حديثة جدا تساعد الحكام على الأداء. بالنسبة للحكام الأفارقة على الأقل كان من المفروض يكونوا على الأقل في دور 16 وفي دور ربع النهائي. لا يوم أنا بالنسبة لي جلال جيد أو الحكم الليبي دحان يبدأ أو الحكم الجزائري مصطفى غربال أو حتى الحكم المصري أمين عمر، يعني لأن الحكم نادر مسار، وأنا تابعت الحكام على مدى سنوات وحضورهم حتى على مستوى دوريات أبطال إفريقيا أو لا كؤوس إفريقيا يقدمون يعني مستويات ثابتة، وبالتالي يستحقوا على الأقل التواجد يعني في دور 16 وفي الدور ربع النهائي. طيب عموما وجهات نظر متعددة، وأكيد الحديث يطول ولدينا محاور مهمة، وأكيد الحديث الأكبر بعد الفاصل على القمة المرتقبة للمنتخب المغربي أمام فرنسا. طيب ما قدرش يغير. هل أنت تعتقد أنفانتينيو كلم الحاكم قال له توا رد المباراة للأرجنتين وسجلوا 3 أجوال؟ واضحة ما ليش علاقة، معناها عبارة عن سقوط ذهني للمنتخب المصري فقط لا غير. طيب أستاذ فتحي، شن قراءتك لهذا التسلل أو التسلسل والتسلل فعلا لهذا التسلسل؟ الأرجنتين تتصدر، تغلط 22 مرة، يقابل ذلك بطاقة صفراء، وشفنا التدرج. المغرب أعتقد أن الترتيب ما قبل الأخير. صحيح. بطاقة كل الحكام أكثر واضحة، الحكام أكثر صرامة مع المنتخب المغربي من المنتخب الأرجنتيني، ونادر تحدث والكلنا تحدثنا المنتخب الأرجنتيني. المنتخب الأرجنتيني فيه لاعبين بالعنف شيء كبير ياسر، خاصة على مستوى المدافعين. واحد كما مارتينيز مش بطاقة صفراء وحمراء، أنا نعطيه بطاقة إيداع لأنه كي يضرب معناها. ورينا من المقابلة الأولى على ميسي كل ورقة اللي مبدئيا تكون ورقة حمراء. فما فرق مدللة، فما فرق الله غالب الحكام يخافوا من المريول، وهذه مش عاطفة وما هيش شعبوية، هذا واقع. وفما وهذا واقع. هذه أنا نحكي لك الأرجنتين وبعدين إسبانيا وبعدين النرويج وفرنسا والنرويج، بعدين سويسرا، بعدين تجي المغرب. شوف إسبانيا عادي لاعبين فنيين، فرنسا عادي ربما المعدل عادي، النرويج نفس الشيء. أما الأرجنتين راهو أعنف فريق يلعب كرة قدم
فريق عنيف لانه عنده لاعبين ساعة كبار برشا. كل 11 اسم. اذا الصافره موجهه. لا سي فتحي ما عنده الا ميسي، يطلع ميسي لا. انا شوف، انا الارجنتين كي نتفرج الارجنتين نتفرج في ميسي. طيب نعتبر وانه الارجنتين هو الابن المدلل للتحكيم. وفما مرونه كبيره مع الارجنتين. الارقام تفيد، انا نحكي احصائيات متحب بالارقام معاينه. المغرب لا شفقه ولا رحمه. معناها حتى ريح يضرب. وهذا اللي بنسال فيه الكابتن جمال. يعني مش معقوله المعدل اللي شفناه الان، قال لك 9 اخطاء للمغرب تاخذ كرت احمر. وتعرف عندك علم لو قسنا ذلك بالمهددين الآن بالبطاقات الغياب للأدوار القادمة، أكثر عدد هو المغرب، 5 لاعبين مهددين. هو هذه الأرقام هي ما تعطيش أجوبة، لا تقدم أجوبة، ولكن تفتح يعني أسئلة، ولكن لا تقدم أجوبة يعني يقينية. لماذا؟ لأنه الحالات كل منتخب يختلف، المواجهات ديال المنتخبات تختلف. بالنسبه للمنتخب المغربي المباراه اللي كان فيها مبالغه في البطائق الصفراء هي مباراه كندا. المباراه الوحيده بالنسبه لي اللي كان فيها يعني مبالغه في البطائق الصفراء هي مباراه كندا. ايضا يجب ان نرى ايضا تسلسل المباريات بالنسبه لكل منتخب، لان البطائق ايضا تعكس نوعيه المباريات التي خاضها كل منتخب. المغرب خاض مباريات قويه جدا، واجه البرازيل، واجه اسكتلندا، واجه هولندا، وواجه كندا، يعني مباريات استنزاف. إسبانيا مثلا مسارها كان سهل يعني بالنسبة لبقية المنتخبات، زائد إسبانيا منتخب يستحوذ على الكرة، يصنع اللعب. الأرجنتين أيضا يعني أرقام أنا بالنسبة لي أرقام عادية جدا. لماذا؟ لأن الأرجنتين أيضا يجب أن نعود لدور المجموعات. كيف مر منتخب الأرجنتين؟ صحيح البطاقة الحمراء لليونيل ميسي يعني أثارت الكثير من الجدل، كان المفروض يحصل على بطاقة حمراء، ولكن المنتخب الأرجنتيني تسيد مباراة أمام الجزائر، تسيد مباراة أمام النمسا، تسيد مباراة أمام الأردن، فاز في مباراة الرأس الأخضر. ثم المباراة أمام مصر الحكم لم يبدأ في إصدار البطاقات إلا في الوقت بدل الضائع. هذه نكمل. ثم البطائق الصفراء لم تكن أنا قلت لك أنني نبغي نتحلل بشكل عقلاني. حتى البطائق كان هناك حالات مماثلة مثلا في الجانب المصري لم يشهر فيها بطائق صفراء، بمعنى أنه طريقة إدارة الحكم للمباراة كانت كذلك، لأننا لا يجب فقط أن نرى المنتخب الذي نشجعه، يجب أن نرى المباراة كاملة. فأنا بالنسبة لي ليس الأرجنتين ليس الفتى المدلل بالنسبة للاتحاد الدولي لكرة القدم. لو عدنا مثلا المونديال 2022 لو سجل كولومواني كان انتهى كل شيء، لو فازت فرنسا في ضربات ترجيحيه كان انتهى كل شيء. المباراه الاخيره امام مصر لو المنتخب المصري حافظ على نظافه الشباك كما حافظ عليها طيله 79 دقيقه لم نكن لنتحدث عن فتى مدلل. ميسي ايضا سبق له ان عوقب اكثر من مره من طرف الاتحاد الدولي، اوقف يعني لمرات كثيره. فمن الصعب ان نختزل مسار ميسي في انه فتى مدلل او منتخب ارجنتيني مدلل. هذه تظل وجهة نظرك، واكيد وجهة نظر تحترم. هناك من يتناغم مع هذه وجهة نظر وهناك من يختلف. يا نادر بالله عليك فكني من العاطفة في الإجابة هذه. تمام. أعطيه جواب نادر. لا شوف كيف ندير يعني بعيدة للعاطفة وبعيدة للغة العاطفة. هذه الأرقام منبوش نخشوا في دائرة الشكوك بالنسبة للحكام. ما تشوفش إن المعدلات في طريقة منح الكروت تعود إلى ذهنية الحكام؟ صحيح. راهو الحكم مش شرط يكلم جياني انفانتينو ولا يخشوا أطراف يقولوا له عاون سين أو صاد. هي دهنية موجودة في كبار الفرق في الدوريات العربية الأوروبية. في اللي يخش حكم سبحان الله هيك ماشي المباراة بنسق ذهني إن الكروت ما ينعطوه زي ما يعطيه مثلا للمغرب او منتخب افريقيا، او بعيد عن لغه المؤامره نتكلم فيك في اطار علمي فني. صحيح. هذا ليه علاقه بالارث، ارث الكروي. كل المنتخبات الكبيره تركت ارث في كره القدم. لما نجي نظرتي كحكم او كمسير، لما نشوف للمنتخب الالماني، المنتخب الايطالي،
المنتخب البرازيلي الارجنتيني اللي عندهم تاريخ في كره القدم نظرتي مختلفه. زي مثلا نقربها لك، انا كلاعب لما انا عندي تحضير لمباراه غدوه ماشي بنلعب مباراه ضد نقولوا في ليبيا بنلعب ضد الاتحاد، مش شعوري نفس ما أنا بنلعب ثاني يوم مباراه مع فريق من الفرق اللي تلعب على الهبوط. الشعور مختلف، بالتالي نسبه التركيز حتكون اعلى. تأثير النجوم سحر ميسي. أنا متأكد سي فتحي لو حاكم بيحكم لميسي يعطيه ريجولي من أول 5 دقائق، لأن اللي خلاه التاريخ اللي خلاه في كرة القدم خطير. لازم نقتنعوا في الفار بتقول لي أكيد بالضبط، لازم نقتنعوا أن التاريخ اللي خلاه بعيد عن العاطفة. حتى لو أنا ما كنتش نشجع مش من عشاق الأرجنتين نهائيا، الناس تحطني في قلب أنا منطقي، أنا نحترم الأسماء، نحترم المنتخبات الكبيرة، لازم نعطوها حقها لأنها خلت إرث وخلت تاريخ. طريق الإنسان بشر عبارة عن كتلة مشاعر، أكيد. عبارة عن كتلة مشاعر. فشيني الحاكم ماشي يا نادر بيحكم طبيعي يا اخوان يتعاطف، يجب ننحوا العاطفة. أنا لما تكلمت المنطلق، هل في واحد يشك إني أنا ما شجعتش المنتخب المصري؟ لو في كاميرا تتبع مباراتنا الأرجنتين ومصر أنا على رجلي الزوز، فتحت عيوني لقيت حسام حسن يلعب، لقيت مجدي عبد الغني يتكلم على الريجولي بتاع 90. فاحنا فتحنا عيوننا على اشياء، لكن في حاجه اسمها إرث. هذا الإرث انا في الكوره قبل ما تعطيني مثل انا بنعطيك مثل. البرازيل مثلا البرازيل بامانه الحاجه الوحيده اللي تضايقني في كره القدم لما تخسر البرازيل بصدق. أنا لما يلعب البرازيل ضد ليبيا ممكن نفكر من نشجع. علاش؟ معقولة يا نادر بعيدة في كرة القدم. مؤيد في كرة القدم نحي العاطفة. أنت شغف الكورة شغف. أنت شن تحب؟ أنا فتحت عيوني نشوف في روماريو، نشوفه في زيكو، سقراط، في حاجة في الكورة، في حاجة تخليك إنك أنت علاش مثلا أنا نشجعه في ريال مدريد برشلونة. يا نادر الأهلي طرابلس البرازيل أذواق. لا طرابلس البرازيل مين بتشجع؟ مختلف الموضوع أكيد. طوف صغاري في الحوش نعطيك حاجة نقولها بكل صدق بكل شجاعة، شجع شن تبي إلا في ليبيا بالسيف عليك تشجع الأهلي. وين الديمقراطية؟ لا ما فيش ديمقراطية. هذا بات في الجنان نظام شمولي. لا لكن اسمع نادر في الأهلي ما قدرش، في ليبيا كان صريح جدا. صحيح. ثقافة الانتماء. لا طبعا بمسح على البرازيل وليبيا. لا تو يبدو يهاجموا فينا الناس، لا شك في ذلك. بالله يا جمهورنا العزيز نادر راه يبصر، راه مبصر. ليبيا البرازيل ليبيا نشجع. يا بنكفل معاك. لكن انا اعطيك البرازيل حتى لو مع منتخب عربي تشجع البرازيل. الإرث ما عنديش الموضوع هذا العاطفه. الإرث والدهنية اللي ماشية تصفر وتمنح بعض المساعدة لبعض المنتخبات اللي لها إرث. نموذج آخر دار انفانتينو امس أن تتفاعل مع الأرجنتين هو ذات الإرث. نفس الشيء لانه هو مشى مع العاطفه. لكن شنو احنا درنا؟ وضحنا تكلمنا من خلال ادارات. ما قدرش يغير. هل انت تعتقد انفانتينيو كلم الحاكم قال له توا رد المباراه للارجنتين وسجلوا 3 أجوال؟ واضحه ما ليش علاقه، ما عباره عن سقوط ذهني للمنتخب المصري فقط لا غير. طيب نمشي للمحور الاخر واللي هو محور المباراه المرتقبه، حلم المغرب وسود الاطلس. في انتظار أن تكتب التاريخ أستاذ فتحي، أعتقد أن المغرب بتاريخها الكروي بهذا التوهج في آخر نسختين، يعني من سوء الحظ أن المغرب ستلاقي أبرز مرشح لنيل كأس العالم. أنا نقول أبرز مرشح وجنبي الكابتن نادر كارا، ما أعتقدش يقول لي إن في منتخب أفضل من المنتخب الفرنسي. فرنسا هي الأفضل صحيح، لكن القدر شاء أن نلعب أمام فرنسا. مش باهي القدر باهي، لأنه شوف المغرب عام 2022 قلنا صدفة، قلنا أنا مفاجأة، وقلنا كنت أتذكر في الحصة قلت أنا ما شافوهاش الأغنية الشهيرة ما شافوهاش. نحن تو في 26. المغرب هو سفير الكرة العربية الإفريقية. لبوهم اليوم ما يشوفوها. لا ماذا بينا، لا اليوم ما يصدقوهاش.
ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. خاطر شافوها دونك اليوم عاش باش يصدقوها ان شاء الله يا رب. اليوم المغرب هو سفير الكره العربيه الافريقيه، اللي هو اللي يرفع لنا رؤوسنا. شوف اليوم العالم الكل يتفرج في مقابله واحده. قداش من مليار يتفرجوا في مقابله، هي مقابله واحده. العالم الكل. لانه فيها فرنسا اللي الناس كل تتبعوا الكره والاسماء الكبيره، وفيها المغرب. معناها العالم يتفرج في المغرب اليوم. اليوم حتى احنا كعرب وافارقه مع الاسف، وانت تعرف نادر ولعبت كوره وتعرف ما نحبوش بعضنا برشا، مجبورين باش نتفرجوا في المغرب الناس الكل. الفرق انه قبل المغرب، قبل 2022 كنا نتفرجوا في كأس العالم. ماذا بيا هذه واللي يربح صح عليه. اليوم بفضل المغرب ولينا نعيشوا كأس العالم كطرف فيها. صحيح. اللي غيرتنا وانه قبل في الادوار هذه نبداو قاعدين كويس تاي كذا، ولا اللي يربح صح عليه ولا هكا بالانتماء. ولا نحب فرنسا اكثر خاطر فيها مبابي يلعب في الريال ونحب خشينا في اللعبه. لا اليوم تاعنا ايه تحب ولا تكره نتاعها. حتى اللي ما يحبش المغرب باش يتفرج المغرب، حتى ما يحبش المغرب باش يتفرج. اذا المغرب اليوم في وضعيه، وخير كي جات ضد وصيف بطل العالم وبطل العالم 2018 خير. لانه يا تربح تدخل الباب الكبير جدا، يا حتى كان تخرج الله لا يقدر تخرج ضد فريق استثنائي. وبالتالي نقول احنا المقابله اليوم مقابله تحدي. تسمع في كل القنوات ونسمعوا في كل القنوات، نقراوا كل الجرائد وحتى في بعضنا فرنسا اقوى من المغرب. هذه حقيقه. فرنسا اقوى من المغرب على الورق. اما الان عندنا 90 دقيقه وهاو كوارجي ويعرف المستطيل الاخضر حاجه اخرى. متفائل الميدان بالطبع متفائل جدا. المستطيل الاخضر حاجه اخرى راهو. والمغرب عنده لاعبين راهو، اللي يلعب في الريال واللي يلعب في البي اس جي واللي يلعب في عنده حارس استثنائي معناها نجم يعمل لك شعب. وعندنا ايوب ما شاء الله ذكرنا مقابله البرازيل يعودها اليوم. طيب على غرار القيمه التسويقيه للاعبين، اعتقد ان في امر مهم اليوم نتكلموا عليه. ارقام رصدها مساء المونديال. مع ذلك تكلمت على الريال وباريس سان جيرمان وكذا، لكن فروقات كبيره بالطبع تتجاوز المليار القيمه التسويقيه. الحمد لله ايه انه مش دولارات تكور فوق الميدان. مش اليورو يجري فوق الميدان، القلب. فما ساقين وفما قليب. والساقين والقليب قدرة ربي. المغرب عندها وقتها بانكا كامله القليب، وتتفرج القليب قداش باش يفرحنا ويشيخنا. بقطع النظر عن النتيجه انا متاكد انه حدث عالمي اليوم، والحدث عالمي بفضل المغرب. طيب حماس فتحي المولدي، اعتقد لو لاعبين اليوم يتفرجوا على فتحي المولدي حيعطيهم دفعه اكبر. كيف تشوف لهذه المباراه اليوم؟ المغرب ما نتكلمش على لاعبين وطاقم فني ومسيرين، نتكلم حتى على شعب وهو منهم. اليوم تقاليد كرة القدم وتقاليد الوصول لهذا الدور، شخصية المنتخب المغربي أعتقد أنها اختلفت عن المونديال السابق، لكن مع ذلك أراه المغرب تلعب لبطل العالم في النسخة قبل الماضي. هو سجل من سيفوز بهذه المباراة هو بطل كأس العالم 2026، لأنه الفوز بلقب كأس العالم يمر تحديدا عبر هذه المباراة. لسوء الحظ أحد المنتخبين أنه المنتخبان التقيا بشكل مبكر، يعني في الدور ربع نهائي، يعني على الأقل كانت تكون مباراة نصف نهائي كأس العالم. صحيح القيمة التسويقية فوارق كبيرة جدا بين المنتخبين، ولكن أيضا أرضية الملعب هي الفيصل في هذا المستوى. القيمة التسويقية لا محل لها من الإعراب، لأنه الأداء
الجماعي، اللحمة الجماعية، ما سيقدمه المنتخب على أرضية الملعب هو الذي ستكون له الكلمة الفصل. أيضا رؤية المدربين للمباراة، أيضا التفاعل مع دقائق المباراة، مع تفاصيل المباراة، مع المساحات داخل أرضية الملعب، هو ما يمكن أن يصنع الفارق. على الورق صحيح يعني المنتخب الفرنسي مرشح رقم 1 لكسب هذه المباراة، ولكن أيضا المنتخب المغربي يملك أيضا الكثير من الأدوات، يملك الكثير من الأسلحة التي لم تتوفر للمنتخبات السابقة التي واجهها المنتخب الفرنسي، بداية من المنتخب الباراغواي. المنتخب المغربي يملك إمكانية يعني الاحتفاظ بالكرة، يملك إمكانية أيضا التحولات السريعة لأنه عنده وسط ميدان جيد، وبالتالي الإمكانية التحولات واردة بالنسبة للمنتخب المغربي، ولكن أيضا هي مباراة للصبر، الصبر طيلة دقائق المباراة، هي مباراة أيضا للتكتلات الدفاعية، وممكن نادر يشرح لنا أيضا بشكل مفصل، لأن مباراة أيضا كيف يعني تضيق الخناق على لاعبي المنتخب الفرنسي، كيف أيضا تضرب المنتخب الفرنسي في مقتل من ربع من نصف فرصة يمكن أن تتاح في المباراة. فمباراة للتاريخ بالنسبة للمنتخب. الجانب الإيجابي أيضا أن هذه المباراة تأتي في سياق مختلف. المغرب واجه فرنسا في مونديال 2022، وآنذاك كان الوصول إلى الدور النصف نهائي إنجاز كبير جدا بالنسبة للمنتخب الوطني. كان هناك أيضا عامل المفاجأة. اليوم الأمر مختلف، المنتخب المغربي وكرة القدم المغربية بنت الكثير من التراكم الذي أوجدها مرة أخرى بين الثمانية الكبار، وهذا كما قلنا يعني في السابق أمر لم يتحقق اليوم إلا 4 منتخبات فقط من المونديال السابق. فبالتالي مباراة كلها حوافز بالنسبة للمنتخب المغربي. الحافز الأكبر في رأيي أنه من سيتجاوز هذه المباراة سيكون هو بطل دورة 2026 إن شاء الله. أنا حنخليك أيضا تواصل، خصوصا أنك فتحت لي قوس يتعلق أيضا بالمقارنات. أعتقد أن هناك تفوق للمنتخب الفرنسي في إطار النتيجة 4 انتصارات 2 تعادل. في المقابل في تفوق ما نعرفش انت قرأ انت يتعلق بأن المنتخب المغربي أكثر محاولات أو صناعة للفرص عن طريق أشرف حكيمي. أيضا التهديف الأكثر جاء عن طريق مبابي. الطموحات متقاربة، منتخب يسعى لبلوغ هذا الدور للمرة الثالثة تواليا، ومنتخب المغرب للمرة الثانية تواليا. صحيح يعني هذه الارقام تكشف بعض الجوانب يعني المتعلقه بالمباريات. صحيح ايضا لابد ان نضع في الاعتبار ايضا ان مسارات المنتخبين يعني كانت مختلفه. انا بالنسبه لي هذه المقابله ايضا هي اول اختبار حقيقي للمنتخب الفرنسي بعد كل المباريات التي خاضها سواء في دور المجموعات او في دور 32. هذا اول ايضا اختبار حقيقي للمنتخب الفرنسي يمكن من خلاله ان يختبر قدراته اكثر. الايجابي ايضا في المنتخب المغربي هو التنوع في عدد في نوعيه اللاعبين الذين يحرزون الاهداف، التنوع في لاعبي الوسط، والتنوع ايضا في لاعبي خط الهجوم. في مباراه 2022 انذاك يعني كانت اصابات كثيره بالنسبه للمنتخب المغربي، وانذاك يعني وليد الركراكي كان غير حتى الاسلوب اللعب، اعتمد على 3 مدافعين يعني في خط وسط دفاع المنتخب المغربي. اليوم صحيح اليوم ايضا كاين اصابه ديال اسماعيل الصباري اللي لن يشارك في المباراه، هو لاعب مؤثر بالنسبه للمنتخب المغربي، مؤكد يعني غياب اسماعيل الصباري. ولكن كما طيب. قلت اللي اعجبني ايضا ان وهبي ما زال مؤمنا ان المنتخب المغربي يجب مقامه يجب أن يمتد إلى المباراة النهائية في كأس العالم، ولا يجب أن يتوقف فقط عند مباراة فرنسا. فهذه العوامل الذهنية وهذه العوامل التحفيز كلها لها تأثير إن شاء الله يكون تأثير إيجابي بالنسبة للمنتخب المغربي. أكيد راح نغوص في الجانب الفني وتأكد غياب كابتن نادر من لاعب دولي ليبي سابق واحد نجوم كرة القدم الليبية. اليوم الجميع خلف المنتخب المغربي، أني هناك عاطفة جماهيرية، هناك دعم ومساندة بين الشعوب. لكن لو سألتك في شق فني شن هي المفاتيح، من بيش نقول لك اللي نفوزوا بها قدام فرنسا، اللي تحقق لنا حلم، لأن هذا ما نشوف شيء يعني راه فوز، نشوف فيه حلم. شن هي المفاتيح من ناحية اللاعبين والمفاتيح الخططية لمحمد وهبي؟ هو شوف امتداد للحلم هذا، امتداد لمشاركة المغرب في 2022.
مشاركة تقدر تقول معناها ما كانش حد يتوقعها. مفاجأة كبيرة انك انت تقصي اسبانيا والبرتغال وتخسر امام فرنسا. معناها انت كنت فريق مش حاجه سهله تربح اسبانيا وتربح البرتغال، واليوم يترجم من خلال المكان اللي وصلها المنتخب المغربي. اذا حطينا اليوم على الميزان وعنوان للمباراه مباراه ثأريه، لانه كان جدير لو مر من خلال فرنسا كان قريب جدا من نيل كأس العالم اللي كان يكون ممكن معجزه نتكلموا لا توا. كان في جزئيات بسيطه حالت دون وصول المنتخب المغربي. نجي نشوفوا اليوم نشوفوا الخليط للمنتخب المغربي مع ميكس من الخبرات اللي شاركوا المونديال الماضي، بونو، حكيمي، أوناحي، مزراوي، هذه الأسماء اللي شاركت معنا اليوم. شن تأثيرها في خلال مباراة اليوم؟ نحطوا الفريقين على الميزان. المنتخب على الورق زي ما قالوا الزملاء المنتخب الفرنسي منتخب قوي جدا ومرشح بقوة، لكن فريق غير متزن على كل الخطوط، فريق يملك رباعي هجومي بصبغة خيالية تقدر تقول. لما نتكلموا عليه امبابي، نتكلموا عليه اوليزيه، عثمان ديمبلي، لما نتكلموا عليه دوي والبديل متاعه باركولا، 4 لاعبين في الرسم التكتيكي ما يملكوش الصبغة الدفاعية، وهذا اللي اليوم أنا بنشير له. يجب أن يستغل وهبي من خلال التحولات، تلعب من جزئيتين سريعا جدا باش نغوص في الامور التكتيكيه. هذا المهم وهذا صلب الجزئيات التكتيكيه، انك كيف تدافع وكيف تتحول الحاله الهجوميه. انت بتقابل 4 مهاجمين يهاجموا بشراسه، لكن ما يملكوش الصبغه الدفاعيه. المنتخب الفرنسي يعاني من هذه المشكله. في كره القدم يجب الدفاع يبدا من اول مهاجمين، واحنا تكلمنا على رباعي هجومي للمنتخب الفرنسي ما عندهاش ارتداد دفاعي، ما عندهاش الصبغه الدفاعيه. يجب ان يستغل النقطه هذه المنتخب مع وجود لاعب بامكانيات دياز وناحي على الاطراف، سرعه التحولات بامكانهم ينقلوا. كنت اتمنى وجود سيباري اليوم، لكن ربما حيبدا بسفيان رحيمي، لاعب سريع جدا امكانياته عاليه. اتمنى هذه الجزئيه هي نقطه التحول في المباراه. كيف ندافع؟ ما نقبلش اللعب، لان علامه استفهام كبيره قبول المنتخب المغربي اللعب امام كندا. لو نتذكروا تصديات بونو كانت بإمكان المنتخب الكندي أن يدخل بين الشوطين فاز 2-0، لكن تصديات بونو وأهمية حارس المرمى، وهذه نقطة قوة للمنتخب المغربي. ما تشوفش معاي أن الحضور البدني مهم في مباراة اليوم؟ وإذا كان المنتخب المغربي كان جاهز بدنيا بأعلى مستويات راح يكون يأكد نظرية جمال اللي قال فرنسا اليوم تخوض أول اختبار. حلو. المنتخب المغربي بصبغة عالمية. لماذا وصل للأدوار هي؟ لأن باختصار شديد ما نخافش على الجانب البدني، لأن عنده نخبة من اللاعبين اللي ينشطوا في أعلى ليفل في كرة القدم. لما تتكلم على PSG، ريال مدريد، تتكلم على أندية كبيرة جدا، فعند الرتم، عند الإيقاع متاع الكرة الأوروبية، بالتالي يستطيع أن ينافس ويجاري المنتخب الفرنسي. أنا أشرت إلى نقطة تكتيكية وفنية مهمة جدا اللي هي رباعي خط الهجوم. سلاح ذو حدين، ربما يكون قوة هجومية لكن على الحالة، لأن كرة القدم حالات هجومية حالات دفاعية. المنتخب الفرنسي قوي هجوميا، دفاعيا ليس بالقوي، ما عندهاش أظهرة قوية جدا وتقدر معناها تأدي الفريق الخصم. لاحظ منع الفاعلية تأتي من عثمان ديمبلي حتى على مستوى السكور، الأرقام، مستوى التهديف كان كله من امبابي وعثمان ديمبلي. فهنا التحولات ندافع كويس. ركز معي نقطتين، المغرب تدافع كويس، التحولات الهجومية بإمكانها أن تحدث الفارق. وأمنياتنا كلها مع المنتخب المغربي اللي رفع راسنا في مونديال 22، ولما لا اليوم تحقيق الحلم والوصول إن شاء الله. لأن زي ما نتفق مع جمال مباراة بإمكان الفائز من هذه المباراة أن يكون في النهائي بشكل مباشر. تتكلم على أندية كبيرة جدا، فعند الرتم، عند الإيقاع متاع الكرة الأوروبية، بالتالي يستطيع أن ينافس ويجاري المنتخب الفرنسي. أنا أشرت إلى نقطة تكتيكية وفنية مهمة جدا اللي هي رباعي خط الهجوم. سلاح ذو حدين، ربما يكون قوة هجومية لكن على الحالة، لأن كرة القدم حالات هجومية حالات دفاعية. المنتخب الفرنسي قوي هجوميا، دفاعيا ليس بالقوي، ما عندهاش أظهرة قوية جدا وتقدر معناها تأدي الفريق الخصم.
لاحظ منع الفاعلية تأتي من عثمان ديمبلي حتى على مستوى السكور، الأرقام، مستوى التهديف كان كله من مبابي وعثمان ديمبلي. فهنا التحولات ندافع كويس، ركز معي نقطتين، المغرب تدافع كويس، التحولات الهجومية بإمكانها أن تحدث الفارق، وأمنياتنا كلها مع المنتخب المغربي اللي رفع راسنا في مونديال 22، ولما لا اليوم تحقيق الحلم والوصول إن شاء الله. لنا زي ما نتفق مع جمال مباراة بإمكان الفائز من هذه المباراة أن يكون في النهائي بشكل إن شاء الله. مباشر. شفنا محمد وهبي كابتن فتحي وتكلم بهدوء. أنا بصراحة معجب جدا بمحمد وهبي. بالله كابتن جمال كان روحت المغرب وتلاقيت معاه بلغ له تحياتي بشكل لا يوصف. الله يحفظه باللغة المغربية. الله يحفظه. مميز تصريحاته، قال لك طبعا جدل كبير على طاقم التحكيم. الراجل قال حكم مميز، عندنا ثقة في من يدير هذه المباراة. ديشان أشار لجزئية مهمة، ما نعرفش أنا هل راو مع تقديري لأن هذا المدرب أشاد جدا بالمنتخب المغربي، وهذا طبيعي، نقيمها بيك ونحاول خليك عايش في حالة استرخاء. لكن قال تصريح ترى الجدل، صحيح، قالوا له شنو طاقم التحكيم، قال نحن راضيون وعندنا ثقة وما نخوضش الأمور هذه، لكن نتمنى الطاقم التحكيم الأرجنتيني يكون موفق مثل طاقم تحكيم مواطنيه ومواطني الفرنسي امام مصر. شوف محمد وهبي كان دبلوماسي هادئ، يشكر المنتخب الفرنسي وبطبيعه الحال ينوه بالتحكيم. جاي مش تحكم على حاجه مازالت ما ريتهاش، وكما ما دخلش في صراع قبل المقابله. اذا كان محمد وهبي كان دبلوماسي هادئ، فانا ديشان كان دبلوماسي خبيث، خبيث جدا. صحيح. لأنه الإشارة لكونه حكم الأرجنتين ومصر كان رائع، لأنه فرنساوي كيفه. إشارة خبيثة جدا، عنصرية معقولة بشكل مباشر، مش حلوة بالكل. بالله نعتبر بالله قداش متبقي من الحلقة؟ مازال دقائق. في الدقائق الأخيرة كابتن نادر كارا ارضي علينا. ما جبتهاش من عندي الكلام، ما جبتهاش من عندي. تعامل مع كريم بنزيما في السابق انسان عنصري بالطبع. نعتبر وانه شوف محمد وهبي نتمنى، وانه الصوره اللي يوري فيها متاع الهدوء انا شبهته بالفنان، ما عنده حتى علاقه بالمدربين اللي بداوا يعيطوا. ذكي جدا. يا ولدي انسان ساعة وسيم، محلاه شباب احنا نقولوا شباب بوغوس. كان عندك بنيه تعطيها له مش معرس، محلاه هذا حتى فوق الوحده مرايات نتاع انتلكتويال نتاع قاري يقرا في الكتب والمحاضرات وكذا. نتمنى هالهدوء هذايا الحلو برشا نتاع محمد معناه يترجم فوق الميدان، وعاده شخصيه المدرب تلقاها فوق الميدان، او لعب كوره ويعرف تنتقل للاعبين. ديشان في الندوه الصحفيه كان على اعصابه، متشنج جدا، الى حد وانه عمل مشكله، لانه الزملاء الاصدقاء في المغرب ما خلاهمش يسالوا. قال لهم عملت 45 دقيقه وهم تكلموا كان 10 دقائق 17 دقيقه ولا 14 دقيقه، والدفع خاصها تكون نصف ساعه، والباقي الكل فرنسيس. قال لهم لا وانا باش نمشي نتغدى وباش نمشي. اذا حرب اعصاب بدات. عشنا وشفنا منتخب عربي كبير زي المغرب خلى الراجل هيك زي المتوتر. يا ودي لأول مرة أنا ديشان مستانس رائد عاقل. المرة هذه خرج عن سينته. طيب. لأنه شوف هاو نقول لك في كلمة المغرب ومحمد وهبي ما عندهم هم خاسرين. المقابلة هذه رابحين ربحوا. قالوا حاجة كبيرة، حتى وكان الله لا يقدر ديما رابحين في نظرنا رابحين. بينما ديشان رابح خاسر، لو يخسر ستكون كارثة. وبالطبع الملاحظة الأخيرة سمعتها البارح، لا نكتة هي حلوة. سمعتها البارح، تشواميني عنده حصة تلفزية يجيب فيها ديما بودكاست، يجيب فيها أشرف حكيمي ويجيب فيها مبابي. أشرف حكيمي ومبابي أصدقاء، مش أصدقاء، أكثر من أصدقاء. إيش يحكي مبابي؟ أعطاهم سؤال قال لهم في النهائي 2022
حسرك اشرف حكيمي وكان كذا كذا، قال وي حصرني وعمل. اما راهو فك النصف النهائي، فك النصف النهائي وانا واشرف حكيمي قررنا كيفاش باش نعملوا العطله نتاعنا مع زوجاتنا، وبرمجنا العطله نتاعنا مع زوجاتنا فوق الميدان في النصف النهائي. ان شاء الله يبرمج له عطله بعد المقابله هذه لمبابي ان شاء الله. اخر سؤال ويا ريت باختصار ادروني كباتن. باي حاضر استشفيت من تصريح وهبي مهمه لانه هو يبي يوصل لنا حسب ما نفهم وجهه نظري انه هو يبي يوصل رسائل للاعبين نتاعه. اكيد. شوف الاسقاط دار عليه ما ذكرناش احنا، ذكر لقجع. أهمية المسؤول مهمة في وكأنه يقول أهمية المسؤول أن احنا عندنا ثقة المسؤول متاعنا قريب في خدمته واحنا مركزين والحاكم اللي جانا طيب. احنا راضيين به لأن طيب. عندنا ثقة في المسؤول متاعنا. أوروبا تتفوق أوروبا تتفوق على الجميع اليوم، لكن الأمل الوحيد للعرب وأفريقيا هو المنتخب المغربي. تخيل اليوم المغرب من قارة والأرجنتين من قارة. شن دلالات ذلك؟ الحضور الأوروبي دلالته واضحة جدا، يعني قوة المنتخبات الأوروبية ربما عملت علامات استفهامية بخصوص منتخبات أمريكا الجنوبية. إنه فقط المنتخب الأرجنتيني هو الذي متواجد في الدور ربع النهائي، غياب البرازيل، غياب كولومبيا، تراجع منتخب الأوروغواي. حضور المغرب يعني القاره الافريقيه هذا دليل على ايضا التواجد المستمر اليوم للقاره الافريقيه. حضرت في دوره قطر، اليوم حضرت يعني في الدور الثاني ب9 منتخبات، في الدور 32 منتخبان يعني في الدور 16، ومنتخب مغربي في الدور ربع نهائي. اساسي ان يتواصل ايضا حضور منتخبات افريقيا ايضا في ادوار متقدمه. نامل انه الحضور ديال المنتخب المغربي يتواصل ان شاء الله لما لا عبر بوابه منتخب فرنسا، وان كان ايضا حتى فرنسا كثيرون يجد فيها ايضا حضورا لافريقيا. وديما مغرب. كابتن جمال شكرا جزيلا ليك، شكرا استاذ فتحي المولدي. اطلاله مميزه للكابتن نادر وما قالناش جمال شو بيقدم لنا لو فاز المنتخب المغربي باش على الضوء نعرفوا كيفاش نشجع. لا يشجعش حجم التشجيع راح نخلوها مفاجاه، وانا متاكد ان جمال شيء شيء بعد المباراه هذه اقل حاجه مضمونه 100%. انا متاكد يا رب ان شاء الله مربوح. شكرا لك كابتن نادر كارا، انستنا وشرفتنا. قناه الوسط جدا سعداء بوجودك معنا مع الخامات الكبيره هذه وفي قناه الوسط اللي بارك الله فيهم مره اخرى على هذه الاستضافه. شكرا لك نادر. بذلك مشاهدينا الكرام نصل الى مسك الختام، الى اللقاء.